اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلته معاكم، بحبكم في الله. ربنا ما يحرمني أبدا منكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم في سعادة وفي هنا وفي راحة بال. أنا عارفة إن الفيديو نزل لكم متأخر، إن كلكم مستنيين جولة في شقتي بعد فرش العيد. وبما إن الفيديو ده بعمله معاكم كل عيد، فأنا مش عايزة أقطع العادة دي، وعايزة أستمر معاكم في الحتة دي، نوثق كده اللحظات واجواء العيد وفرش العيد. بدأت كده بسم الله ودخلت من باب الشقة. طبعا الشقة بتاعتي مقسومة على نصين، فانا مش عارفة ابدأ معاكم من الشمال ولا من اليمين، بس انا قلت اخد معاكم الجزء السهل كده السريع، فهبدأ معاكم من الشمال، مع ان انا دايما بدعي لنفسي وليكم ان ربنا يجعلنا من اهل اليمين يا رب. مبدئيا كده انا قدام باب الشقة على طول، فهنا الجزء الشمال ده في صالة كده صغنططة. الناس اللي اول مرة تدخل قناتي واول مرة تشوف بيتي، دي صالة صغيرة حتى فيها كنبتين كده وايه وبف كده صغير وترابيزة والشاشة. دي المكان ده اللي احنا اغلب وقتنا بنقضيه فيه، يعني ده زي بمثابة كده غرفة معيشة، اللي هو بناكل وبنقعد في المكان ده كله. حتى طبعا ستارة هنا عشان تحجب الضوء، بس لان الشباك عندي جزاز فعشان بيدخل اضاءة. وده المكان هنا بيودي على الحمام، اعزكم الله، ده باب الحمام، وعلى دخلة المطبخ. طبعا الفرش ده ممكن شويه يعني ما تكونش الوان متناسقه مع بعض، بس ده المتاح عندي. ما حبيتش دخلة العيد ان انا اكلف نفسي بزياده واشتري سجاد والكلام ده كله، فانا حاولت ان انا يعني اظبط كده وانسق المتوفر والموجود عندي. الجزء ده طبعا انا حاطه فيه هنا البسكوت والمكان والحاجات اللي جنبي دي منظفات لحد ان شاء الله مشتري تربو كده كبير احطه في الشاور، احط فيه كل المنظفات. وده المطبخ بتاعي. طبعا كان التصوير ده كان يوم الوقفه، واليوم ده انا ما كنتش في وعي اصلا، وكان اصعب يوم مر عليا في حياتي كلها. عايزه اقول لكم ان اليوم ده يعني تقريبا كده كان اصعب يوم مر عليا في حياتي من يوم ما اتولدت. فما كنتش عارفه انا اصلا إيه، يعني سبحان من كتب لي عمري جديد في اليوم ده، واصلا ما كنتش عارفه انا بصور ازاي. فكان عندي بس شويه مواعين صغنطتين كده كنت هشطبهم مع نفسي، وكمان في اليوم ده كنت بحضر فطار، لان زي ما انتوا عارفين كنا صايمين البيت كله. فده كده الجزء اللي فيه المطبخ، وهنا الحمام، وهنا الصالة فيها الكنب وفيها الشاشة. تمام. طبعا كنا مشغلين تكبيرات العيد والاجواء الحلوة دي. وهنا رودي الامورة، ربنا يحفظها لي ويحفظ لكم ولادكم يا رب. كانت لبست لبس الوقفة. هي كل وقفة طبعا بلبسها بيجامة جديدة، فالمرة دي يعني غيرت، فاشترت لها، كنت مشتري لها الكاش مايو ده تلبسه يعني عادي في الصيف وكده، انتوا عارفين في النوم مريح بس بما ان انا ما اشتريتلهاش المره دي لبس للوقفه او بيجامه الوقفه، فهي لبسته بما ان هو جديد يعني وكده. وحطت التوك وسرحت شعرها، ويعني بصراحه حاولت على قد المستطاع ان انا مع يعني ما اللي هو عايش اولادي اجواء العيد، ما خلوهمش يتاثروا باي حاجه وكده. المهم كده يا بنات خلصنا من الجزء ده هنا الصاله او دخلت الصاله، يعني هنا حاطه الجزامه، حط عليها البومبونيرة دي والستارة دي عشان هنا في شباك برضو عشان تحجب الضوء، مش اكتر من كده. يعني انا الستارة دي برضو حطها، مع ان الناس كتير جات لي بلاش تحط ستارة في دخلة باب الشقة، بس عشان تحجب الضوء، لان الشباك برضو جزاز. وهنا البف ده بتاع الركنة، فانا حطاه كده في جنب الجزامة، يعني علشان اللي يود يغير عزكم الله كده الحذاء بتاعه او الكوتشي بتاعه يبقى في مكان يود جنبي. ودي كده الصالة عندي، الصالة الرئيسية، ودي الركنة. فرشت الفرش ده، قولولي ايه رأيكم فيه، حلو ولا لأ؟ يعني مش عارفة اذا كان هو غامق وكده ولا هو متناسق وماشي مع لون الركنة. فرشت بالشكل ده. وطبعا المكان كان ما شاء الله كان تكبيرات العيد، وكان كمان ريحة البخور والجو كده كان ما شاء الله، كان حي كده يعني سبحان الله كده، راحة نفسية وراحة كده في المكان غير طبيعية. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. حطيت هنا بنات الشجر ده او الزرع ده مع المراية هنا في المكان ده في الركن ده. هو طبعا المفروض ان المكان ده يبقى فيه شاشة كبيرة في الصالة اللي فيها الركنة، بس بما ان انا ما عنديش غير الشاشة الصغيرة، فانا حطاها هناك علشان الولاد هما بياكلوا بيشغلوا بقى التلفزيون ويسمعوا عليه. فقلت ان شاء الله مستقبليا لو ليا نصيب هجيب شاشة كبيرة واحطها في المكان ده اللي انا يعني عامله لها التصميم ده، كنت علشان احط فيها شاشة كبيرة. ده كده كل التفاصيل وكل الشكل يعني من كل زاوية. ايه رأيكم؟ طبعا هنا الترابيزة حطها في النص دي، وحط عليها مفرش فرو كده ابيض،
اللهم صل على سيدنا النبي، علشان لما يدخل لنا كده ضيوف او اهلي او اي حد يدخل عندي يحط عليها الضيافه بتاعه العيد. بس انا وقتها يعني وانا بصور معاكم الفيديو ما كنتش لسه جهزت ضيافه ولا اي حاجه من دي خالص. ودي الستاره، قولوا لي ايه رايكم فيها كده في طريقتها، في يعني لما كنت حطاها في الاول كنت حطاها اللي هو بشكل ايه. لو رجعتوا للفيديوهات هتشوفوها يعني، فهتقولوا لي الشكل ده احلى ولا في الاول. تمام كده. انا كده خلصت دهن منطقه الصاله والركنه، بصورها لكم من هنا عامله ازاي. ده كده شكل ايه الصالتين قصاد بعض. الصاله هنا دي تقريبا فعلا للضيوف، يعني دايما بتبقى منظمه ونظيفه لما بيبقى عندي حد وكده بيبقى قاعد فيها. لكن الصاله التانية اللي فيها الكنبه البلدي فهي دي بصراحه اللي ايه قعدتنا كلها فيها، ودي حلو في الموضوع عشان نحافظ على الركنه ويبقى في مكان نظيف، لو حد دخل عندنا فجأة يبقى في مكان نظيف نستقبل فيه. اوضه النوم بتاعتي انا ما فرشتهاش فرش جديد ولا اي حاجه، الفرش هو اللي كان عندي. اللهم صل على سيدنا النبي. انا كنت مروجاها من قبل العيد بكام يوم، وكنت عامله فيها شويه تبديلات كده والتغييرات، فساعدتني يعني او ما تعبتنيش في فرش العيد. تمام. وكنت فاتحه كمان الشباك اللي فيها علشان تتهوى، ومشغله المروحه. ودي اوضه رودي، برضو اوضه رودي يعني عندي كنت جايبه لها فرش جديد وكده للسراير، بس ما فرشتهوش لاني كنت حابه لون المفارش دي مع لون الستاره شكلهم حلو كده ومتناسق. فالمفارش اللي عندها دي انا كنت فرشها لها في عيد رمضان بس، يعني تعتبر اتفرشت مره واحده ولسه جديده وبزهوتها كده وبلونها. فحبيت ان انا اعمل لها ايه مانشنج كده مع الستاير مع السرير مع الفرش وكده، فحبيت ان انا افرش الفرش ده. لكن بصراحه الفرش اللي انا كنت جايباه لونه شويه مختلف عن لون الستاير، فانا حبيت ان افرش الفرش ده هو مع اني كنت فرشهولها في عيد الفطر. تمام. بصوا هنا رودي حاطه الدرع بتاع اليوتيوب عندها في اوضتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كان نفسي اعمل معاكم فيديو عيد الاضحى وكده، بس ما لناش نصيب. ان شاء الله لو لينا عمر السنه الجايه باذن الله تعالى نعمله مع بعض، لو ليا عمر وليا نصيب ان شاء الله. دي كده تسريحه رودي، اكتر من هي تكون تسريحه رودي فهي التسريحه بتاعت انا كمان، لان انا عايزه اقول لكم ان انا حاطه فيها كل الميك اب والكريمات والبرفانات وكل حاجه حطاها عند رودي، لان احنا بنستعملها مع بعض. يعني تلاقوا التسريحه بتاعتي خلاص كده شلت منها كل الحاجات الخاصه بيا. والفرش ده انا فرشاه طبعا يعني شويه متناسق مع لون السرير والدولاب وكده، فحبيت شكل الاوضه بصراحه. وانتوا كمان اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم فيها. بصراحه تحفه، فيها راحه نفسيه غير طبيعيه. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. هنا بقى الايه الشاور، تقريبا كان في حد هنا بياخد شاور وطلع تقريبا كده سيف، عشان كان اخر حد يعني وانا بصور فاكره هو كان بياخد شاور كده بيلبس ترنك الوقفه، مع ان انا برضو ما اشتريتش لولاد هدوم للوقفه، بس يعني كان مختار كده لبس حلو من عنده، اخد شاور ولبس. فانا بقفل كده وراه الباب. طبعا انا كنت عامله تنظيفات عميقه، بس للاسف ما كنتش مصوراها ولا موثقه معاكم الاحداث دي. كنت منضفه كابينة الشاور والحيطان والكلام ده كله، بصراحه خليت الدنيا عندي كانت فله. نيجي بقى هنا لاوضه الاولاد. اوضه الاولاد بصراحه فرشتها فرش جديد. فرشت الفرش ده انا كنت جايبه لهم يعني السراير زي بعض، فكنت يعني جايبه بصوا طبعا طقم السرير الاطفال بيبقى ملايتين شبه بعض، فانا اضطريت ان انا اجيب طقمين عشان اطلع منهم 3 ملايات شبه بعض. تمام. اخترت اللون ده، اللون الابيض مع رسمه الدبدوب الصغيره دي، يعني تحسوها حلوه كده مناسبه مع سنهم، ولا هي اطفالي بقى ميكي ماوس والحياة الالوانات الاوفر دي، ولا هي كمان ساده خالص. يعني فيها شويه كده احساس ان الاوضه دي اوضه اطفال، مع ان هم ما شاء الله تبارك الله شباب دلوقتي ربنا يحفظهم يا رب. الفرش اللي في الارض ده اللي انا فرشاه ده فرش كان في درجة المطبخ، بس انا لقيته متناسق مع لون الفرش بتاع السراير، اللون الرمادي يعني متناسق معاه فحطيته هنا. فايه رايكم فيه؟ اخليه كده على طول ولا اغيره؟ تمام. ده كده بالنسبه لاوضه الاولاد. طبعا السرير انا مظبطاها في الترتيب ده عشان يبقى فيه مساحه في الاوضه، واحنا بصراحه حابين الاوضه بالشكل ده، وحسينا فعلا ان فيها مساحه حلوه في الحركه، مش مقيدانا ولا الاوضه ضيقه ولا اي حاجه، وشايله معايا 3 سراير. وهنا دي اوضه رودي. تمام كده. دي الاوض بتاعت الاولاد واوضه النوم بتاعتي، وده الصاله. ده كده فرشي اللي انا فرشته في العيد، ودي اجواء شقتي واجواء بيتي في العيد. وكان نفسي ان انا اكون اكمل معاكم الاجواء لاخر اليوم ونحضر مع بعض الفطار
وكمان نعمل ضيافة العيد والكلام ده كله. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ما لحقتش اعمل كل ده، وفي نفس الوقت ما كانش ليا نصيب ان انا اعمل معاكم فيديو عيد الاضحى. فان شاء الله لو لينا نصيب تتعوض السنة الجاية ان شاء الله باذن الله تعالى. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم في سعادة، ويا رب ان شاء الله يكون لنا نصيب في الوقفة دي. ربنا يجعلنا ان شاء الله باذن الله السنة الجاية من الناس اللي هي تقف على جبل عرفات، والناس اللي ربنا يتقبل منها ان شاء الله ويرجعها مغفور ذنبها كما ولدتها امها. يا رب يا رب، دي اكتر دعوة انا دعيتها لنفسي ودعيتها لكم، يا رب ان شاء الله يتقبلها منا ربنا سبحانه وتعالى. بوريكم كده شكل الصلاة من بعيد وشكل الشقة. طبعا احنا عشان الصيف بنطفي الإضاءة كلها، كان الجو حر وكده، فبنطفي الإضاءة كلها أول بأول. هنا رودي كانت بتوريكم كده الأوتفيتة بتاعت الوقفة، ما شاء الله عليها. وهوريكم كمان الأوتفيتة بتاعت العيد، بس هي كانت عاملاها وهي نايمة، ولأن هي تقريبا ما نامتش يوم الوقفة ده، فضلت لحد الصبح. نامت الساعة 6 الصبح، اللي هو يدوبك مكملتش 10 دقايق كده وصحيت، فكانت مش فايقة. فيدوبك صورتها كده الصورة خفيفة، بصوا كانت بتنام عن نفسها يا عمري. ده الاوتفيت بتاع يوم العيد، واللي شفتوه الاولاني كان بتاع يوم الوقفة. كده اكون خلصت فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامة.